انتهت مباراة الأهلي مع فريق المصري البورسعيدي بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة اللي جمعت بينهم مساء أمس على ملعب الجيش وبرج العرب، وديت المباراة المؤجلة من الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وتعتبر هذه المباراة هي آخر مباراة في الموسم. دي كانت آخر مباراة لدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري بعد إبلاغه من قبل مجلس إدارة النادي المصري بأنها المباراة الأخيرة، وتم تعيين كابتن علي ماهر مديرا فنيا خلفا له. الدكتور ميمي عبد الرازق صرح بعد مباراة الأهلي وقال إنه رحل عن تدريب النادي المصري بشكل رسمي، وإنه هو زعلان جدا على الطريقة اللي مشى بيها. حزنت على خسارة كأس الرابطة وجئنا في فترة مؤقتة. وكمل كلامه وقال إن كامل أبو علي أكد لي الرحيل عقب نهاية المباراة، ودائما يحدث معي هذا الأمر ويتم تعييني ثم تتم إقالتي، وقدمت كل ما لدي. وكمل كلامه وقال لا أعلم السبب وراء رحيلي عن تدريب الفريق، وربما كان السبب هو خسارة كأس الرابطة، ولكن من أكفأ المدربين وشيخ المدربين في مصر. حزين على أسلوب رحيلي من الفريق، وكنت أنتظر على الأقل 24 ساعة وليس بعد المباراة مباشرة، وكنت أستحق رحيل أفضل من هذا، وأقدم الشكر للجهاز الفني واللاعبين. ميمي عبد الرازق قال إن في ناس طلعوا قالوا إن الكابتن ميمي كان متساهل جدا في المعسكر، والكلام ده كله كذب وافتراء. أنا أخدت مفاتيح العربيات بتاعت اللاعبين، والفندق الإقامة كان موجود في مكان صحراء، والكلام عن وجود زوجات اللاعبين داخل المعسكر الكلام ده مش صحيح. ما كانش فيه غير 2 بس، وإجوا يوم المباراة للحصول على دعوات حضور النهائي كأس رابطة الأندية المصرية. ميمي عبد الرازق كمل كلامه وقال إن أنا ابن مدينة بورسعيد وتحت أمر النادي المصري في أي وقت، ولكن ما كانش يصح إن أنا أكون بديل مباراة الأهلي ولا رسالة جايالي بإنه تم تعيين علي ماهر مدير فني للنادي المصري. كان من الواجب الاجتماع معايا في النادي وتوجيه الشكر ليا وللجهاز الفني بشكل يليق لي، وإن في عضو مجلس إدارة في النادي المصري أبلغوا بأنهم يرغبون في تعيينه مستشار فني للكرة بالنادي المصري، ولكنه أخبرهم بأن مشواره انتهى بعد خدمته للنادي ورفض هذا المنصب. وفي النهاية طبعا بنتمنى كل التوفيق للكابتن علي ماهر مع النادي المصري، جاي في وقت صعب جدا، في مهمة قوية جدا. عندنا مباراة في دور الثمانية في كاس مصر يوم 3 أغسطس القادم، يعني أعتقد إن بنسبة كبيرة هنواجه الأهلي، إن كل التوقعات إن الأهلي يفوز على الداخلية. فإن شاء الله الكابتن علي ماهر يكون قد الثقة بتاعت الجمهور، ونحقق بطولة مع الكابتن علي ماهر إن شاء الله، ونعوض خسارة كاس الرابطة.